السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده اقتصاديه وجميله. هنعمل مع بعض كيكه الخلاط وباتنين بيضه بس. مكوناتها سهله وبسيطه جدا، اقتصاديه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تنفع ساده وتنفع تزينيها لاطفالك بكل سهوله، او لو جالك ضيوف هتزينيها تبقى مشرفه بالنسبه لك. ما شاء الله، بسيطه جدا، حتى تزيينها في منتهى البساطه. وقبل ما نبدأ وصفتنا حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير وكومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتسعدني جدا. ونبدأ بسم الله، ويلا بينا على المقادير السهلة البسيطة جدا. هيكون معايا كوبايتين من الدقيق المنخول، ومعايا معلقتين من النشا، ومعايا 3/4 كوباية سكر، 3/4 كوباية زيت، وكوباية لبن، ومعلقة الخل، واتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وكيس كيك شيف، وذرة الملح. تمام، مقاديرنا سهلة وبسيطة وهقولها لكم تاني: كوبايتين دقيق، 3/4 سكر، كوباية لبن، 3/4 زيت، معلقتين من النشا، وكيس كيك شيف، واتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة خل أساسي يا جماعة في الكيك زي ما عودتكم، بيدي هشاشة حلوة. ويلا على المقادير. أبدأ أستخدم الخلاط بتاعي حبايبي. أول حاجة هنزل بيها كوباية السكر. هخلط المقادير السايلة كلها مع بعض في الخلاط بتاعي. تمام، يبقى كوباية السكر هنزل عليهم بكوباية اللبن وكوباية الزيت، كله على بعضه كده، اللبن والزيت والسكر. وبعد كده حبايبي هنزل بالبيضتين، بس اهم حاجة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. تمام، وبعد كده هنزل بشوية من الفانيليا، سواء فانيليا سايلة او فانيليا بودر المتوفر عندك. تمام، بعد كده حبايبي اخر حاجة هنزل بيها في السوائل بتاعتي هي معلقة الخل. تمام، معلقة كبيرة خل حبايبي زي ما قلت لكم، مهمة جدا، بتدي هشاشة حلوة جدا للكيكة بتاعتي، وبتديها لون فاتح وحلو. هبدأ أضرب حبايبي المكونات بالطريقة دي كلها في الخلاط بتاعتي لحد ما يتمزجوا مع بعض كويس أوي، يتضربوا كويس أوي، والسكر باللبن بالبيض كله يتمزج ببعضه. خلاص كده دور الخلاط بتاعي انتهى. الخليط السائل بتاعي ضربته معايا. دلوقتي الخليط الجاف هنزل عليه بكوبايتين الدقيق، هنزل عليهم بمعلقتين النشا، ومعلقة من كيس كيك شيف. تمام، معلقة كبيرة من كيس شيف. هبدأ أقلب حبايبي المواد الجافة كلها مع بعض بالطريقة دي. وما ننساش ذرة الملح عشان أنا كنت هنساها. ذرة ملح حبايبي أساسية جدا، بتظبط معايا أي حاجة مسكرة، أساسية جدا في أي حاجات مسكرة أو حلويات. هبدأ أقلب كده المكونات الجافة كلها مع بعض، وهنزل في بولة كده حبايبي بالمكونات السائلة اللي ضربناها في الخلاط بتاعنا. هنزل بالمكونات السائلة كلها في بولة كده تكون كبيرة شوية، عشان اعرف اقلب فيها مكوناتي كلها، خليط الكيكه يبقى متجانس. وبعد كده حبايبي هبدأ انزل بالخليط الجاف على الخليط السائل، وهقلب كده من تحت لفوق لحد ما القوام معايا يتجانس والدقيق بتاعي يختفي بهدوء كده حبايبي من تحت لفوق. هفضل اقلب كده لحد لما احس خلاص القوام اتمزج ببعضه، وبقى قوام كريمي كده زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. هجيب كده قارب بايركس، هبدأ أضيف فيه ورقة الزبدة مدهونة كده زيت، يعني دهنة زيت وحط عليها ورقة الزبدة، ونزلت الخليط بتاعي وسويته كده بالمنظر ده. وبعد كده هدخله الفرن درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة. تمام، قعد معايا بالظبط 30 دقيقة، وده شكله حبايبي بعد ما اختبرته بخلة وطلع تمام. ما طلعتوش من الفرن غير لما برد تماما. بصوا ما شاء الله، قوام الكيكة هشة جدا، تحفة. دي كيكة الشاي يا جماعة، كيكة اقتصادية جدا، أو كيكة الخلاط ببيضتين بس. عملنا كيكة جميلة في منتهى الجمال. ممكن تبقى كيكتك اليومية مع الشاي، طعمها تحفة جدا سادة. أنا النهاردة هزينها معاكم كده تزيين بسيط جدا برضو اقتصادي، بمقادير بسيطة كده في البيت. هزينها معاكم كده عشان الأولاد بيفرحوا طبعا بالحاجات اللي فيها صوصات ومتزينة وفيها شوكولاتات وكريمات وكده. هبدأ الوقت يا حبايبي. بصوا ما شاء الله، الكيكة بتاعتي دي هقسمها على 2، وهضيفها في صينية أو قارب مقاس 30 في 35. يعني بصوا ما شاء الله، الكمية دي هتعمل معايا في قارب مقاس 30 ل35. لو عايزاها كيكة شاي عادية بالارتفاع بتاعها ده تبقى معاكي زي الفل، يا مرتفعة وحلوة جدا. أنا عشان هزينها كده تزيين للأولاد، فيها هقسمها على 2 وهضيفها في قارب أكبر. تمام، بصوا حبايبي بالشكل ده قسمتها لجزئين.
بصوا حبايبي، هبدأ كده اسويها من الجنب عشان تاخد مقاس القالب بتاعي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. زي ما قلت لكم مقاس القالب بتاعي 35 في 25. بصوا ما شاء الله شكل الكيكه من جوه فاتحه وجميله ازاي. انا دلوقتي هسويها كده عشوائي. حطيت في الطروف، لو في كيكه كده ناقصه حطيتها في الطروف. اهم حاجه املى فراغات الصينيه بتاعتي بالكيك بتاعي بنفس الطريقه. هبدأ حبايبي دلوقتي هسقيها كده لبن معايا متدوب فيه معلقتين سكر، يبقى كوباية لبن متدوب معلقتين سكر. انا بفضل اسقي الكيك بتاعي باللبن احسن من المية بسكر، والشربات بيبقى قيمة غذائية عالية غير طعمها بيبقى في منتهى الجمال، تبقى شاربة كده من اللبن وجميلة جدا. والكيكة بتاعتنا ما شاء الله هشة وجميلة جدا. ومحضرة حبايبي كمان كيس كريم شانتيه، ضرباه في نص كوباية من اللبن المثلج، أهم حاجة يكون مثلج جدا. هبدأ أعمل خطوط بنفس الشكل كده، وهساوي طبقة خفيفة من الكريمة. أنا مش عايزة أزود كريمة حبايبي، زي ما قلت لكم وصفتنا النهاردة اقتصادية، فمش مزودة في الخامات بتاعتها. ما شاء الله الكمية ديت أنا عاملة فيها كيس واحد بس من بتاع الحلواني. هبدأ أزين كده عشوائي على الجناب كده بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وفي النص طبقة خفيفة من الكريمة. هساوي كده حبايبي طبقة الشانتيه اللي في النص بالطريقة دي. عشان هبدأ انزل عليها طبقة من الكريم كراميل. احنا عملنا مع بعض حبايبي صوص الكريم كراميل في البيت بكل سهولة. صوص اقتصادي من غير كريمة خالص، تحفة. حاجاتنا كلها اقتصادية في اقتصادية. بصوا ما شاء الله ده من غير كريمة بكوباية لبن متدوب فيها قشطة. تمام. هسيب لكم برضو اللينك بتاع الوصفة، وصفة صوص الكراميل، في صندوق الوصف ان شاء الله. هبدأ كده حبايبي أوزع صوص الكراميل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده فوق وش الصينية بتاعتي بكل سهولة جدا. وأنا محضرة شوكولاتة مسيحاها كده على البخار أو سيحيها على الميكرويف. هبدأ أعمل خطوط كده برضو عشوائية بنفس الشكل دوت. التزيين حبايبي يعني بسيط جدا، مفهوش أي حاجة خالص، هي حد يقدر يعمله. عايزة تزيني بأي طريقة تعجبك براحتك خالص، طريقة سهلة وبسيطة جدا. هزين كده حبايبي الشوكولاتة بالطريقة دي مع صوص الكراميل، وبأي ستيكس عندك هبدأ أعمل كده خطوط يمين وشمال رايح جاي كده بنفس الطريقة، تديني شكل حلو كده للصينية بتاعتي. بصوا ما شاء الله من كيكة باتنين بيضة عملنا منها حلويات أو كيك أو جاتو، أي حاجة تسميها زي ما تسميها. جميلة ازاي، وطريقة سريعة ومش مكلفة خالص. عندك مناسبة فجأة، عندك ضيوف، اعمليها مش هتاخد معاكي وقت خالص. كيك مش مكلف، بسيط جدا، سهل ولذيذ في منتهى الجمال. ما شاء الله ان شاء الله هيعجب حضراتكم. الوقت حبايبي اقطعه معاكم كده واشوف شكل الكيك بتاعي عامل ازاي. بالطبقات الجميلة ديت هتخلي طعم الكيك في حتة تانية خالص. زي ما قلت لك لو عايزاها كيك شاي عادي سادة، تبقى حلوة جدا وهشة جدا، وكيكة في منتهى الجمال واقتصادية قوي. تمام. هبدأ الوقت كده اقطعه معاكم بكل سهولة. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله. كيكة كده سلسة، انا قطعتها وعملت منها كده قارب حلو مقاس 25 في 35. مقاسه حلو جدا. ومكوناتنا بسيطة جدا، عملنا كيك ببيضتين بس، بيضتين وكوبايتين دقيق عملوا معايا صينية مقاس 35 في 25. يعني وصفة حلوة جدا جدا، اقتصادية موفرة، هتفرحي بيها أولادك. بصوا بسم الله ما شاء الله كيك بتاعنا مسقية حليب ازاي وطرية جدا، مع طبقة الكريمة الخفيفة مع طبقة الكراميل. كله كده متطعم مع بعضه مع حبة شوكولات كده للعيال فوق الوش كده هيعجبوهم قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله كيكة نفسها يا جماعة فيها طراوة هشة جدا، هتعجبكم. جربوا الكيك بالوصفة دي، كيك اقتصادي، كيك الخلاط، هيعجبكم جدا جدا. اتمنى ان شاء الله اللي عجب وصفتنا النهاردة يدعمني باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة حبايبي اشترك ان شاء الله عشان يوصل لهم كل جديد. وحبايبي هستنى كومنتاتكم الجميلة وتعليقاتكم اللي بتفرحني وبتسعدني جدا. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.